النهاردة بقى هوريكوا أطعم فراخ ممكن تاكلوها في حياتكم، بجد لازم تعملوها بالطريقة دي، هتبقى أحلى فراخ ممكن تاكلوها، مش هتاكلوا زيها. أول حاجة بنجيب الفراخ بتاعتنا بعد ما قطعناها كده قطع زي ما احنا عاوزينها، هنبتدي ان احنا نشققها من النص كده بالسكينة. في الكبة بتاعتنا هننزل بقى بطماطم وبصل وفلفل، ونبتدي بقى نحط البهارات بتاعتنا 7 بهارات، فلفل اسمر، بابريكا، اي توابل احنا بنحب طعمها، كاري، كل الحاجات دي. وهنبتدي ان احنا نضربهم في الكبة بتاعتنا، ودي الخلطة الاساسية اللي احنا هنحطها للفراخ بتاعتنا. وطبعا ما ننساش نحط حبة زيت عليهم عشان بتفرق جدا. وهننزل عليهم بمعلقتين صلصة كبار وتوم باودر وبصل باودر وتتبيلة الفراخ، بهارات الفراخ، ونضربهم في الخلاط او في الكبة، وهتطلع معانا بالشكل ده التتبيلة بتاعتنا. وهنبتدي ان احنا نحشي بيها قطع الفراخ بتاعتنا ونتبلها جامد بيها. لازم نغرق الفراخ في التتبيلة، نحشيها من جوه ومن بره، والحتت اللي احنا شقيناها بالسكينة ندخل فيها التتبيلة بتاعتنا بالشكل ده كده. بجد يا جماعة لازم تجربوا الفراخ بالطريقة دي، مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. طالما جبنا فراخ نعملها في طريقة حلوة ونستطعم كده بجد. شايفين بقى ده شكل الفراخ بعد ما غرقناها بالتتبيلة بتاعتنا، شايفين انا مغرقاها. هنبتدي ان احنا نغلف الصينية بتاعتنا بورق الفويل علشان ندخلها في الفرن. لازم طبعا ورق الفويل علشان الضغط وعلشان السخونة تتوزع عليها كلها. بعد ما نسيبها في الفرن ساعة إلا تلت كده، هنبتدي بقى ان احنا نطلعها. هتشوفوا اطعم واحلى شكل فراخ ممكن تشوف حياتكم، بجد طلعت تحفة. التتبيلة طعمها خطير خطير خطير، وكل اللي كلها اتبسط بيها. اوعوا تجيبوا فراخ وما تعملوهاش بالطريقة الجامدة دي، بجد بتبقى في حتة تانية خالص خالص خالص، وبتحسوا بطعم الفراخ بجد طالعة بيضة وطرية وتحفة تحفة تحفة. اللي هيجربها ما ينساش يسيبلي رأيه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. بحبكوا جدا واستنوني في كل جديد. باي باي.